في البداية أحب أقول لكم أن الحكاية دي حقيقية فعلا وحصلت بالفعل. كان لينا جار هو ومراته وأولاده الصغيرين، كانوا ناس بلدي جدا، وده لأنهم من بلد في الأرياف. كانت عيشتهم بسيطة قوي وما كانش ليهم أي علاقة بأي حد غير إن إحنا جيران وبس. وكانت مراته أنا كنت بشوفها وحشة جدا مش حلوة، وعمري ما دماغي فكرت فيها نهائي. وفي يوم لقيت جاري ده بيخبط على بابي وبيطلب مني خدمة، بيقول إن هو جاب ريسيفر جديد ومش فاهم فيه أي حاجة، لأنه لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يكتب، ولا هو ولا مراته. وطلب مني إن أنا أروح معاه شقته واركبله بس واشغله الريسيفر. فقلت له مفيش مشاكل، ورحت معاه عشان أساعده وكده. دخلت لقيت مراته كان اسمها صابرين بتبصلي كده بفرحة وإنها مبسوطة أوي إنها شافتني، وفضلت ترحب بيا. وجوزها طلب منها إنها تعمل لي قهوة، فراحت بسرعة إنها تعمل لي القهوة وهي بتقول لي وسعادة كده، وجابتها لي وبتضحك لي كده بابتسامة حلوة. شرفتنا وحطيت القهوة قدامي. المهم قعدت مع جاري ده فقال لي الريسيفر اهو، فلقيته ريسيفر عادي جدا. رحت قايم مركبهوله، وفي دقايق رحت مشغله وعرفت الريموت بيشتغل ازاي. فلقيته قال لي ان هو مركب قمر تاني عايزني ان انا ادور له عليه. قلت له قمر ايه؟ قال لي القمر الاوروبي. فقلت لنفسي كده جاهل وعايز الاوروبي، فشكيت فيه. دورت له على القمر الاوروبي وعرفته يجيبه ازاي وبيحمل القنوات ازاي، وسألتني تشغل الريموت ازاي وتقلب منين. ففهمتها وانتهى بحث الأوروبي، واديته الريموت وقلت له قلب انت كده. ولاحظته انه بيقلب كأنه بيدور على قناة معينة. فقلت له انت بتدور على ايه؟ قول لي كده وانا اجيبها لك. فقال لي انا ما اعرفش اسمها ايه، لكن في قنوات كده المفروض ان الجهاز ده بيفتحها بتجيب افلام حلوة. فلقيت مراته قامت بتنهيده كده كأنها عارفة هو بيدور على ايه. فقلت له تقصد يعني قنوات السكس؟ قال لي ضحكة كده اهو اتسلينا. فقلت له انا ما اعرفش اسمها ايه، لكن هات ان انا ابحث لك عنها. فبحثت له لغايه ما فعلا لقيت كام قناه كده، جمعتهم ورا بعض وعرفت مكانهم فين. وجيت اقوم مسك فيا قعدني قال له ندردش نتعرف شويه مع بعض، وطلب من مراته انها تجيب حاجه ساقعه، وفعلا جابتها بسرعه وقعدت معانا وكان على وشها علامات السعاده جدا. وبعد شويه قمت ومشيت. بقيت احيانا ان انا اقابلها على السلم نسلم على بعض، ونظراتها وابتساماتها كل ما تشوفني لفتت نظري. وفي يوم لقيتها بتخبط عليا، وكانت مراتي وولادي ما كانوش موجودين في البيت، وطلبت مني ان انا اجي معاها اشوف الريسيفر. قالت لي ان هو مش عايز يشتغل لانها كانت بتنظف فصل مره واحده وخايفه يجي جوزها يبهدلها. فرحت معاها وانا معتمد يعني معتقد ان ولادها معاها في البيت. دخلت عندها ما لقيتش اي حد، فرحت على الريسيفر لقيت السلك بتاع الطبق اتفصل، فركبته بسرعه وشغلته لها وهي واقفه قدامي. فقالت لي الحمد لله، ولقيتها بتبصلي كده وبتبتسم لي وقالت لي تعرف انا ببقى مبسوطه قوي لما بشوفك، مش عارفه ليه. حسيت كده ان انا في حاجات اتحركت، مشاعر اتحركت عندي قوي وسخنت قوي. ولقيتها مرة واحدة بقت في حضني وبتقول لي من زمان وانا هتكنن عليك. رحت واخدها في حضني وفضلت ابوس فيها لحد ما نزلنا انا وهي على الارض، وفضلنا نعمل حاجات مع بعض لحد ما حصلت بينا علاقة كاملة. وحسيت انها عايزة علاقة بعنف. ابتديت اعمل معاها علاقة بعنف شديد جدا، وهي تحضن جامد وتقول لي كمان وتقول لي تاني دمني جامد. انت احسن من جوزي بكتير. جوزي بيفضل يتفرج على الافلام دي كلها ويقوم معايا ما بيكملش دقيقة ويقوم. انت بجد حاجة تانية، انت متعتني، انا مش قادرة، شبعني تاني، خليني في حضنك قوي. وقالت لي بحبك قوي، بحبك، خليك في حضني. وفضلت انا ابوس فيها، وعملنا اكتر من مرة مع بعض. وانا معاها قلت لها جوزك فين؟ قالت لي ما تخافش، جوزي مش هيجي دلوقتي، جوزي في الشغل. وبعد ما خلصت معاها حسيت انها مش عايزاني امشي. فضلت معاها تاني وعملنا علاقة تاني جامدة مع بعض، وفضلنا على الوضع ده لمدة ساعتين ومش عايزة تسيبني امشي. في الاخر
أخدت رقم تليفونها وكتبت لها رقم تليفوني وسجلته، وخرجت من عندها وأنا في قمة سعادتي، وبقينا نكلم بعض وندي لبعض مواعيد على السلم زي المراهقين بالظبط، لغاية ما في يوم من الأيام قالت لي إن جوزها واخد العيال ومسافر، يسافر البلد يوم التلات الجاي وهيرجع الجمعة، وهي هتبقى وحدها لمدة 3 أيام. ففرحت طبعا فرصة لينا، ففكرت نقضيهم سوا. وفي اليوم الأول استأذنت من شغلي وأخدت أجازة يومين، ورحت لها. فتحت في باب الشقة لقيتها متزينة زينة عروسة في ليلة دخلتها، ولابسة قميص نوم قصير ومجسم عليها قوي. وأول ما فتحت الباب وشافتني قدامها اترمت في حضني وقالت لي وحشتيني قوي يا جوزي، أنا مراتك وخدمتك لمدة 3 أيام. خدتني على غرفة النوم، قلعتني هدومي ووطت قلعتني الجزمة والشراب، وبقت تبوس في رجلي وتقولي أنا خدمتك، أنا تحت رجلك يا دكري. كلامها ده جنني عليها قوي. لقيتني مشدها من شعرها ورميتها على السرير، وعملنا علاقة أنا وهي ما أقدرش أقول لكم، خلتني في قمة سعادتي. أنا أول مرة أحس بمتعة زي كده، وعمري ما حد متعني زي ما هي متعتني بالطريقة دي. وفضلت أعمل أنا وهي علاقة لحد ما الليل دخل علينا. عملنا كل حاجة ممكن تتخيلوا أنا عملناها مع بعض لحد ما خلصنا. فنمت جنبها لقيتها بتتنهد كده وبتقول لي أنا عمري ما تخيلت إن في متعة كده. قلت لها أنا هخليكي تعيشي أحلى أيام معايا. قمت فقالت لي أنا عايزاك تبات معايا الليلة. قلت لها خلاص بكرة هجيلك من الصبح وبات معاكي. فروحت البيت، فقلت لمراتي إن أنا معزومة على فرح لزميلي في البلد بس في قرية تانية، أخلص الشغل ونسافر ونحضر الفرح ونروح من هناك على الشغل، يعني يوم كامل معاه. فعلا نزلت من بيتي وأخدت معايا بيار علشان أنام فيه، ونزلت على شقة صابرين ولقيتها برضو متزينة بس لابسة عباية. أخدتني في حضنها قوي وقالت لي أنا مراتك لغاية بكرة، عايزة أقضي يوم مع جوزي. فدخلت غيرت هدومي لقيتها جاهزة فطار، قعدنا نفطر وشربنا شاي كده، لفيت سيجارتين وشربت سيجارة وخليتها تاخد نفسين معايا، وقعدنا نضحك ونلعب مع بعض شوية. فلقيتها بتقولي نفسك في ايه؟ قلت لها انت مش مخلاني نفسي في حاجة. قلت لها بس انت واضح انك بتحبي العنف. قالت لي عشان بيحسسني اني تحت ذكر، عايزة اقوم من تحتك وانا بزحف. قمت قايمة عليها شديدة من شعرها وعملت معاها احلى حاجة حصلت في حياتي، وفضلنا كده طول الليل مع بعض، ما سبتهاش في لحظة واحدة، وهي ما كانتش عايزة تسيبني، بتقولي ما تسيبنيش دقيقة، انا ما شبعتش منك، انا محتاجاك تاني. ونمنا في مكاننا وصحينا الصبح، طلبنا الغدا واتغدينا، وبالليل اتحول المكان لكباريه. جبنا كل حاجة ولبست قميص النوم تحفة وشغلنا موسيقى ورقصت وشربنا كده مشروبات حلوة، وبقينا خلاص مسخسخين على الآخر، وفضلنا نعمل مع بعض علاقة كاملة. بس كان عنف شديد جدا، وهي كانت مستمتعة قوي، وفضلنا كده لحد الصبح. وكل ما بطل تقولي لا لسه. انا اول مرة اشوف واحدة كده في حياتي، ما كانتش بتشبع خالص، كانت دايما عايزاني. بت معاها يومين كانوا من امتع واجمل ايام عشتها في حياتي، وكنا بنتقابل دايما يا اما عندها يا اما عندي في البيت. لما كانت مراتي بتاخد العيال وتنزل تروح اي مكان، كنا بنستنى اي فرصة ان احنا نقابل بعض في اي حتة، سواء على السلم، سواء عندها في شقتها، سواء عندي في شقتي. انا بجد ادمنتها، ما بقيتش قادرة انساها، ودي كانت امتع واحدة عرفتها في حياتي. ودي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعمل لايك على الفيديو ده واشتراك في القناة.